ازاي تخسر راس مالك في العقارات من غير ما تاخد بالك؟ في ناس بتخسر في العقارات فلوسها، وفي ناس بتخسر راس مالها الحقيقي من غير ما تحس. وانا هنا اقصد على راس المال الحقيقي مش الفلوس. راس مالك الحقيقي كمستشار عقاري او عامل في مجال العقارات هو وقتك. لو بتضيع وقتك فانت بتفلس من غير ما تعرف. في مجال العقارات انت مش صاحب مصنع، مفيش عندك مثلا مكن ولا خامات. راس المال الحقيقي عندك هو وقتك. الساعات اللي بتستثمرها هي اللي بتكسبك او بتخسرك. لكن للاسف الشديد كتير من المستشارين العقاريين او الوسطاء بيفضلوا يشتغلوا على مدار اليوم، وفي الاخر يجي اخر الشهر ما كسبش غير اجهاد واحباط. تعالى مع بعض نفهم ليه. لانه خسر اهم حاجه في يومه اللي هي وقته. ودي بعض الحاجات اللي بتخسر فيها وقتك. اولا، اجتماعات ملهاش لازمه، تروح معاينه مع عميل مش جاد، تقعد ساعه في مكالمه ما بتوصلش لحاجه، ده اسمه خساره يوم كامل. الحاجه الثانيه، تاجيل القرارات المهمه. كل يوم تقول هبدا ابني براند، هبدا اعمل محتوى، هبدا ارتب شغل، هبدا انظم السي ار ام عندي، والتاجيل بياكل وقتك من غير عائد. الحاجه الثالثه، انك ترد على كل الناس بنفس الطريقه، مفيش فلتره، مفيش اولويات، والنتيجه وقت ضايع من غير اي نتائج. الحاجه الرابعه، عدم الاستثمار في ادوات لتنظيم الوقت والشغل. لسه قاعد بتكتب الرسائل كل مره من اول وجديد، لسه قاعد بتسجل الليدز في نوتة بالورقه والقلم. ده مش شغل، ده استنزاف للوقت. عامل وقتك اكنه فلوس بالظبط، ما تصرفوش على اي حاجه. اعمل ميزانيه ليومك واحسب العائد من كل ساعه انت بتشتغلها، وشوف ازاي تقدر توفر اكبر قدر من الوقت وتستغل الوقت اللي انت بتشتغل فيه في انك تاخد منه احسن نتيجه. الخلاصه، اللي بيحافظ على وقته بيكسب حتى لو لسه ما قفلش صفقه، واللي بيضيع وقته خسران حتى لو باع النهارده 10 صفقات. في العقارات راس مالك مش الفلوس اللي في جيبك، راس مالك هو الوقت اللي في يومك.